السلام عليكم يا شباب، طلابنا حبايبنا اخواتنا طلاب اولى اعدادي في كل مكان. اهلا بيك يا بطل في مراجعه شهر ابريل. بص كده يا بطل، انا عامل لك في صفحه واحده عامل لك كده مراجعه شهر ابريل، من غير بقى ما نقعد بقى ان احنا نحرق كتير بقى ونعمل مراجعات بقى 6 7 ساعات والجو. لا يا عم، الموضوع بسيط. بص يا سيدي، وباذنك يا رب امتحانك مش هيخرج بره البوستر ده. هو بوستر واحد، ورقه واحده، بتقسم معانا لثلاث يونيتات، يونت 10 و11 و12. هنبدا ان احنا نشرح كل حاجه فيهم ونحل حبه اسئله، وكمان معانا جزء الكلمات هسيبه لك في اخر الفيديو، وكمان هطبق معاك على الكلمات والجرامر الاثنين. قال لي تمام. طيب نسمي الله كده ونبدا. يلا كوبايه كده شاي، كوبايه قهوه، اي حاجه عندكم في البيت، ويلا بينا. تعالى بقى كده نخش على يونت 10. معايا بيتكلم معايا على حاجه اسمها زمن المستقبل. يعني ايه زمن المستقبل يا مستر؟ يعني ايه مثلا الفعل ده مثلا ده في انه زمن؟ يذهب، ها مضارع. طب ذهب، ها ماضي. سوف يذهب، قلت لي مستقبل، يبقى ده كده اسمه زمن المستقبل. طب انت عندك عشان تعمل في العربي تعبر عن زمن المستقبل استخدمت كلمه اسمها ايه؟ قال لي كلمه يا مستر اسمها سوف، صح كده؟ طب ما انا نفس الكلام، انا عندي كلمه ويل بمعنى سوف. طب تعالى كده نشوف استخدامات ويل ديت بنعملها ازاي، او بنعمل ازاي جمله باستخدام كلمه ويل. بص يا سيدي، قال لك عشان اعمل جمله لازم تبدا معايا بالسبجكت. السبجكت ده اللي هو الاسم، تمام، اللي هو الناون، الاسم او البرو ناون اللي هو الضمير. قلت له تمام. بعد كده قال لك بتحط لي كلمه ويل. طيب بعد ما احط كلمه ويل قال لك في عندي حاجه اسمها الانفينيتيف اللي هي المصدر. يعني ايه يا مستر المصدر؟ يعني الفعل ساده بدون اي زياده. يعني ايه يا مستر الفعل ساده بدون اي زياده؟ ايه شغل القهوه ده؟ يعني بمعنى اصح يكون الفعل ما فيهوش اي اضافات، لا في اس ولا اي اس ولا في دي اي دي او اي اي دي، ما فيهوش اي اضافات خالص. قلت له تمام، يعني الفعل في المصدر. قلت له تمام. طيب انا عايز انفي كلمه ويل ديت، يعني هقول مثلا النفي بتاعها ان انا هنا بعمل جمله في الاثبات. قال لي تمام. طيب النفي بقى من كلمه ويل، قلت له بص يا سيدي، انا عندي طريقتين للنفي. يا اما هنفي بويل واحط جنبها نوت تبقى ويل نوت يعني، يا اما هنفي بوونت، يعني هختصرها، هحط الابوستروف تي تبقى وونت على طول. قال لي تمام. يبقى انا كده يا مستر عشان اعمل النفي هحط السبجكت، بعد كده يا اما will not يا اما won't، وبعديها المصدر برضه. يبقى انت كده لازم تعرف ان انا عندي في الاثبات بحط برضك المصدر، وفي النفي بحط المصدر. قال لي تمام. طيب تعالى نشوف اللي بعده. لو انا بقى عايز اعمل سؤال، بص يا سيدي، عشان تعمل اي سؤال في اي قاعده بتشوف الفعل المساعد اللي عندك وتقوم حاطه في الاول. لو حطيت الفعل المساعد في الاول يبقى انت كده عملت سؤال باستخدام الفعل المساعد بتاع القاعده، وبيترجم معايا بمعنى هل. قال لي تمام. في طريقه تانية؟ قلت له اه. بص يا سيدي، الطريقه التانية ان انا ممكن احط هنا كلمه استفهام اللي هي بتبدا ب دبليو اتش، زي مثلا وات وير والحاجات اللي زي كده. قال لي تمام يا مستر. بص بقى يا سيدي، عشان برضو اعمل سؤال بحط الاول الفعل المساعد، بعد كده الفاعل السبجكت، بعد كده المصدر، وبعد كده طبعا هنا اداه الاستفهام او علامه الاستفهام، اسف. طيب يا سيدي، هنا طبعا برضو كده زي ما احنا قلنا. طب يا سيدي، بستخدم بقى زمن المستقبل البسيط ده بستخدمه في ايه؟ قال لي بص يا سيدي، قال لي انا عندي استخدامات المستقبل بستخدمه في الاول للتعبير عن القرارات السريعه. بمعنى لو دلوقتي الباب خبط، هو انا بقعد اسبوع افكر اقول استنى كده والنبي انا الاسبوع الجاي ده انا هبقى اروح افتح الباب واسيب الراجل اللي بره بيخبط؟ اكيد طبعا لا، اكيد انا بروح بفتح الباب على طول. يبقى ده كده اسمه قرار سريع، صح كده؟ قال لي تمام. طيب وبرضك بنستخدم الزمن الفيوتشر سيمبل اللي هو المستقبل البسيط، بستخدمه للوعود. لو انا مثلا بقول لحد انا هوعدك بحاجه، انا هجيب لك، لو انت مثلا ذاكرت هجيب لك مثلا ايفون 17. طبعا اكيد ده ما بيحصلش، تمام، احنا مش لاقيين ناكل. لو جيت مثلا قلت لك بقول له انا ها صح كده، يبقى انا كده بتكلم في زمن المستقبل. طيب يا سيدي، يبقى انا كده بستخدمه للوعود وبستخدمه للقرار السريع. طيب وكمان ممكن ان انا استخدمه للعروض لو انا بعرض على حد، تمام. يعني مثلا بقول لحد ايه،
انا بعرض عليك حاجه، مثلا بقول لك تشتري مثلا مني الريموت ده مثلا، او البريزنتر ده. طب يا سيدي، يبقى انا كده بستخدمه للعرض، تمام، وبستخدمه برضو للوعود. تعالى بقى كده نخش على الجزء الثاني. معايا عندك جرامر يونت 11 بيتكلم معايا على حاجه اسمها درجات المقارنه. بمعنى ان انا عندي، لو انا يا مستر عايز ان انا اقارن ما بين شخصين، بعمل ايه؟ او ثواني بس كده، هو انا عندي كام نوع من الصفات؟ واحد هيقول لي ان انا عندي صفه طويله وعندي صفه قصيره. طيب الصفه الطويله اللي هي بيكون لها اكتر من مقطع، والصفه القصيره بيكون لها مقطع واحد بس. زي مثلا، يعني ايه اصلا مقاطع؟ هفهمك ده دلوقتي. لو انا مثلا عندي كلمه زي كلمه تول، تول دي اتقالت على كذا مره، ولا اتقالت على مره، ولا اتقالت على كذا مره؟ اتقالت على مره. طيب باج اتقالت على كذا مره ولا مره؟ مره. طيب expensive اتقالت على كذا مره ولا مره واحده؟ لا، على كذا مره. طيب الكلمه اللي بتاخد، او الصفه اللي بتاخد اكتر من مقطع، بتتقال على كذا مره، تبقى دي اسمها صفه طويله. طب لو الصفه بتتقال على مره واحده، تبقى ديت معناها ايه؟ صفه قصيره. قال لي تمام. يعني انا كده عندي كلمه old، قديم، ديت صفه طويله ولا قصيره؟ لا، ديت كده قديم، قصيره. طيب كلمه tall معناها طويل، يبقى ديت كده قصيره ولا طويله؟ ها، قصيره. طيب هي كلمه tall معناها طويل، بس كصفه هي صفه قصيره. طيب يبقى انا كده عندي صفات قصيره وعندي صفات طويله. طيب اركز بقى عشان اعرف الفرق ما بينهم. بص بقى يا سيدي، لو انا مثلا عندي واحد اسمه عمرو، تمام، وعندي واحد تاني مثلا اسمه علي. علي، انا عندي عمرو وعندي علي، مين فيهم الاطول؟ اللي علي. طب مين فيهم الاقصر؟ عمرو. طب يا سيدي، لو انا بقى عايز اقول ان علي اطول من عمرو، بقولها ازاي؟ قلت له والله يا مستر بتجيب الاطول، مين هو؟ علي، تمام، هيكون is taller. فين الصفة؟ هي كانت تول، صح كده؟ ضفت لها اي ار عشان تقول ده اطول، فبقت طويل، بقت اطول، صح كده؟ عايز تقول من بقى، من علي، من عمرو، فهتقول كلمة زان. كلمة زان ديت معناها من. طيب وهتحط الاسم التاني عادي، من عمرو. قال لي تمام. يعني انت كده يا مستر بتجيب الصفه وبتضيف لها اي ار، وبعد كده بتضيف كلمه ذات، صح كده؟ وبتحط طبعا الحاجتين اللي انت عايز تقارن ما بينهم. قلت له بالظبط كده. يبقى انا كده بجيب الصفه واضيف لها اي ار، بحط كلمه ذان اللي هي من، تمام، وبحط هنا طبعا الحاجتين اللي انا عايز اقارن ما بينهم. قال لي تمام. طيب ده طبعا في الصفه القصيره. هتفرق يعني يا مستر؟ طبعا هتفرق، لان انا عندي الصفه الطويله لما باجي بقارن ما بين حاجتين، بقارن بطريقه تانية. بمعنى ان انا عندي هنا في الصفه الطويله بعمل حاجه، عندي كلمه more معناها اكثر، وعندي كلمه less معناها اقل، تمام؟ قال لي تمام. طيب هحط بعدها الصفه الطويله وبعدها كلمه than، زي مثلا هنا the Nile more، اكثر، ها، تلوثا من، ها، was before. قال لي تمام. يبقى انا كده لو خدت بالك، انا حطيت هنا كلمه than في النص، هنا حطيت كلمه more اللي هي بمعنى اكثر. قال لي ماشي. طيب تعالى كده نشوف الجزء الثاني مع الصفات القصيره برضو، تمام. في عندي طريقه، لو انا عايز بقى اقول اكبر، اصغر، هكذا، تمام. ما انت هنا مش بتقارن ما بين حاجتين. لو انا مثلا عايز اقول زي هنا the elephant، تمام، is ايه؟ is the biggest animal. يبقى انا كده بقول ايه؟ بقول هو الاكبر. انا هنا مش بقارن، انا بقول لك هنا هو الاكبر. ليها طريقه، ايه هي؟ بس طبعا تركز ان دي مع الصفه القصيره. بجيب الاول ذا، بعد كده الصفه، تمام، اللي هي طبعا القصيره،
ركز في الجزء ده. بحط يا اما اي اس تي او اس تي او اي اس تي اللي تمام. خش على الجزئيه اللي بعد كده. هنا عندي مع الصفه الطويله. طويله، ركز عشان ما تتلخبطش. عندي حاجه اسمها the most، تمام، معناها الاكثر، تمام، ودي بتيجي مع الصفه الطويله. وعندي حاجه اسمها the least، دي معناها الاقل وبتيجي برضك مع الصفه الطويله. ركز. طيب، ونفس الفكره. طب يا سيدي، هنا برضك عندي جزئيه مهمه ودي اكتب عليها في اي بي، دي اللي هتجيلك في الامتحان. في اي بي ايه هي؟ بص يا سيدي، اي حاجه بتدل على الملكيه، اي حاجه من دول كده بتدل على الملكيه، بعمل حاجه. لو لقيت كلمه ذا بحذفها. بعمل ايه؟ لو لقيت كلمه ذا بحذفها. بمعنى ان انا هنا اي حاجه تدل على الملكيه هحذفها. حلو الكلام. طيب، في ايه تاني برضك بيدل على الملكيه؟ عندي الابوستروف اس بيدل برضك على الملكيه. فلو لقيت كلمه ذا فاي حاجه بتدل على الملكيه في الصفات بحذفها. قال لي ماشي. هنا برضك لو انا بقارن في حاجتين، بقارن ما بين حاجتين يعني، فهنا هستخدم ايه؟ هستخدم هنا الطريقه اللي انا قلت لك عليها فوق في الاول، اللي هي بجيب الصفه، تمام، وبحط لها اي ار. هل تمام؟ يبقى ده كده جرامر يونت 11. طبعا انا هحل معاك كميه حل، وهحل معاك كذا امتحان بحيث ان انا اثبت لك الدنيا اكتر. قال لي تمام. تعالى كده نشوف يونت 12 بيتكلم معايا على ايه. يلا بينا. تعالى بقى كده نخش على جرامر يونت 11. بيتكلم معايا على حاجه اسمها الكانتبل ناونز والانكانتبل ناونز، يعني الاسماء التي تعد والاسماء التي لا تعد. بمعنى اصح الحاجه اللي بتتعد والحاجه اللي ما بتتعدش. طيب، بص يا سيدي، هبدا معاك باول حاجه، الحاجات اللي ما بتتعدش. بص يا سيدي، انا عندي حاجه اسمها ان وعندي حاجه اسمها ال. دول بمعنى واحد من الحاجه. بمعنى انابل معناها تفاحه واحده. مثلا هنا ابوك، هنا عندي ده كتاب واحد. ابن معناه ده برضو ايه؟ قلم واحد. طيب، يبقى انا كده بستخدم اداه النكره قبل الاسم المفرد. حلو الكلام. ولازما عشان استخدم ما بيكون بيبدا بحرف ساكن، بمعنى ان هو مش حرف متحرك. طب هم ايه الحروف المتحركه اصلا لو انت ما تعرفهمش؟ عندي الاي والاي والاي والاو واليو. حلو الكلام. لو انت لقيت اي حرف من دول هتحط يعني لقيت كلمه بتبدا باي حرف من دول هتحط طيب، ما لقيتش دول، ما لقيتش اي حرف بيبدا باي، الكلمه ما بتبداش باي حرف من دول، هحط ايه اللي ماشي. طيب، يبقى انا كده عرفتك امتى بستخدم وامتى بستخدم طيب، يعني بص كده، هنا عندي، هنا احنا حاطين حرف الايه ليه؟ عشان هنا في بي، والبي ده ساكن ولا متحرك؟ لا ده ساكن. طيب، المتحرك اللي هم اي حرف من دول. حلو الكلام. طيب، تعال نخش على الجزئيه اللي بعد كده. طبعا هنا زي ما قلت لك بنستخدم باي حرف بيبدا باي كلمه بتبدا بحرف متحرك زي دول اهي. ايج اهي، ده الاي، تمام، وهنا عشان كده انا حطيت حلو الكلام. طيب، تعال نشوف اللي بعده. هنا بقول لك عندي بتيجي قبل الحروف الفرديه، تمام، وبعض الاختصارات. بمعنى انا عندي ام بي 3، ما هو ده اختصار اللي هو الاغاني، صح كده؟ مش ده احنا بنستخدم الام بي 3 ده اختصار لكلمه؟ قلت له تمام. اس او اس، ما هي دي برضو اختصار لكلمه، فبستخدم قبل الاختصارات بستخدم قلت له ماشي. طيب، تعالى نشوف اللي بعده. هنا مثلا طبعا هنا الاضاءه ضاربه في عيني فانا مش شايف. هنا مثلا الاسماء التي لا تعد تعامل معامله المفرد. حلو الكلام. يعني اي اسم ما بيتعدش انا بعامله طبعا معامله المفرد، تمام، ولكن ما بيجيش قبله لا ولا حلو الكلام. وما بيتجمعش برضه. يعني مثلا عندي information، معناها ايه؟ معلومات. طب هي information دي جمع؟
لا هي مش جمع، بس هو اسم ما بيتجمعش، هي معلومات. تمام. طيب ادفايز، نيوز، اخبار، فلوس، اللي هي كلمة ماني معناها فلوس، لكن انت عمرك ما عديت واحد فلوس، اتنين فلوس، اربعة فلوس، صح كده؟ انت بتعد الباوندز اللي هي الجنيهات، صح كده؟ قال لي تمام. طيب في هنا برضو عندي حاجة مهمة، ايه هي؟ عندي حاجة اسمها a lot of، وعندي حاجة اسمها lots of. طيب ايه الفرق ما بين دي وايه الفرق ما بين دي؟ بص يا سيدي، الاتنين بمعنى قليل من، تمام، وبيجوا قبل الاسماء التي لا تعد والاسماء الجمع. تمام، يبقى دول كده بيجوا يا اما بيجوا قبل الاسماء الجمع والاسماء اللي ما بتتعدش، ومعناهم ايه؟ ها، كثير من. حلو الكلام. قال لي تمام. حتى بص هنا اهي، هنا جايه برضو بايه؟ قبل حاجه هي ما بتتعدش، زي الايه؟ الووتر. انت عمرك عديت الميه؟ واحد ميه، اتنين ميه، تلاته ميه. بص بقى يا سيدي، كده انا خلصت لك كل جزء عندك في الجرامر. هبدا ان انا احل معاك مجموعه امتحانات شامله، واحل معاك حبه اسئله على الجرامر. تمام، تقدر ان انت تخش كده امتحانك وانت واقف على ارض صلبه باذن الله. يلا، سلام عليكم.